السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا في فيديو جديد. فكرة فيديو اليوم راح نشوف مع بعض فيديوهات للشام عمل حفلة بلبنان. راح نشوف اليوم شوية فيديوهات من الحفلة اللي سواها بلبنان. يا اخوان الشام بيعمل حفلة، يوم بتلاقيه بالسويد، يوم بتلاقيه بتونس، يوم بتلاقيه بالمغرب، يوم بتلاقيه بالجزائر. اول ما يعمل حفلة بلبنان الحفلة بتضرب ترند، حرفيا الحفلة بتضرب ترند. فبس راح نشوف اليوم شوية فيديوهات للحفلة تبعه هو وهيفا وهبي. حطوا لك اشتركوا بالقناة اذا مالكم مشتركين، وبس خلونا نشوف شوية فيديوهات للحفلة مع بعض. هذا الحين بأول فيديو معنا بحلقة اليوم. يا اخوان مغربا الكراسي مثل هدول الكراسي اللي بتحطوهم بالمطبخ، هدول الكراسي العاديين اللي بتلاقوهم بأي مطبخ بالعالم، حاطين حرفيا نفس الكراسي. شو هاد؟ خلينا نشوف الفيديو اللي بعده معنا بحلقة اليوم. تعرف قد مبسوط انه بعد ما عملت هون اول حفله وفتلت العالم ورجعت لوقف راس المسرح قديمكم. انا كثير بحبكم. تذكروا اول حفله؟ اللي ما فهم يا اخوان، اول حفلة عملها الشامي كانت بنفس المسرح اللي كان عم يسوي فيه هذه الحفلة. اتوقع كان اسم المسرح على ما اتذكر يعني كان اسمه بيروت هول. يعني انا هيك شوف فيديوهات وهيك كان اسم المسرح. نشوف فيديو معنا، الفيديو اللي بعده معنا بحلقة اليوم. شو هاد يا اخوان؟ شو هاد؟ يعني ليه لازم انه كانوا حرفيا يعني كانوا شاف طلبها استغفر الله يعني، بس انه وليش هيك؟ دول بيحبوا الشامي كتير بيعبدوه حرفيا. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده معنا حفلات الشامي مملة. حمود وهو عم يختار الحفلة رقم. اخوان يعني هدول اللي بيدفعوا مصاري عشان يروحوا يحضروا حفلة للشامي، يعني انتوا شو جوكم يا اخي؟ والله ترى حفلات كثير غالية، يعني على كل حفلة يمكن على كل حفلة لازم تدفع 40-50 دولار اقل شي. اخوان والله حفلاته طيب، يعني ترى حفلة رقم 13 يعني حاضر 13 حلقة، يعني اذا كل حلقة بيدفع فيها 40 أو 50 دولار ما يقارب والله ما بعرف كم يا اخوان، بس المهم يعني فوق اتوقع فوق 300 دولار اقل شي، يعني يمكن فوق 600 دولار كمان. شو ادفع 600 دولار عشان اشوف الشامي؟ يا اخي انتو هدول بيموتوا بالشامي يا اخي، شو جوكم؟ هاي اللقطة اللي صارت ترند. اخوان ستايل الشامي يا اخي بيشبه هدول اللي بيمثلوا بمسلسلات تركية حرفيا. عامل ستايله زي اشرف تك. اخوان والله. هنجيب الفيديو اللي بعده بعد هاي نفس الشي بس بزاوية واضحة يعني، ومخلي الناس تشوفها بوضوح. شوف كيف ناط وقعت رجع وقعها. يا اخوان طارت كل هاد، وقعت على وجهها مرتين وقعت على وجهها عشان تفوت تتصور مع الشامي. يعني تخيل لو قلبت على وجهك هو قلبت على وجهها مرتين بس لسه كملت انه بدي اروح اشوف الشامي حبيب قلبي. اخوان عادي ترى، يعني كلنا بالنهاية بشر، يعني بفوت الحمام، بفوت بلعب
بيغني، بس الفرق بينك وبينه هو عنده متابعين وانت ما عندك أو ممكن يكون عندك متابعين بس انه هو مشهور اكثر منك. بس يعني ما بعرف هدول شو هدول اللي بروحوا وبتحسهم حرفيا كأنه بحسسوك انه هذا المشهور عندهم بالنسبة لهم مثل ابوه وامه. يا اخوان شو هاد؟ الأغنية الصح للقطة الغلط، شو هاد؟ وبعدين ما جمهور الشامي هدول، يعني حتى الشام ما بيتضايق الشامي من اللي عم يسووه معاه هدول الجمهور تبعه، ما بيتضايق يا اخوان، ما بيتضايق. كيف هيك كيف؟ والله يا اخوان الشامي غريب، والله غريب. يعني هذا يعني كيف راح تكون ردة فعله لمرته للشام المستقبلية؟ انه كيف كل هدول البنات مش ما في شباب، كله بنات بيهجموا عليه هيك. وفي شباب يا اخوان، مو يعني اذا ما في شباب يعني ما في شباب، بس مو بهاي الحفلة. ما هاي الحفلة كانت كلياتهم بنات، حرفيا البنات كانوا مسيطرين على الحفلات الشامي. وكمان في شباب كمان بتفوت بتهجم بس عشان تفوت تصور مع الشامي. شو هاد؟ خلينا نشوف الفيديو الأخير مع رحلة اليوم. اللي يخلي الجمهور يفقد السيطرة في حفلة؟ هيفاء وهبي والشامي ولعوا الأجواء في بيروت هول بقلب لبنان. الحفلة كانت مليانة لحظات ما بتتنسيش واستعراضات خطفت الأنظار من أولها لآخرها، لكن المفاجأة كانت في تفاعل الجمهور. واحدة من المعجبات جريت على المسرح والأمن حاول يمنعها، لكن الشامي مسك إيدها وتصور معاها. أما هيفاء فخلت واحد من المعجبين ينهار من شدة التأثر لما غنت بدنا نروح. وفي لقطة تانية لفتت الأنظار، معجبة قدرت تاخد توقيت. وانتوا بقى ممكن تعملوا ايه علشان نجمكم المفضل؟ شوفوا الصراحة يا اخوان الشامي صوته حلو، بس بس جمهوره وشخصيته سيئين، وخاصة الجمهور بتحسهم حرفيا كانوا حيفوتوا شي تاني حيفوتوا. يعني شفت هذيك البنت اللي ماسكته بالراس هيك وحتبوسه كأنه ابوها. شو هاد؟ ترى يا اخوان بالنهاية انسان مثله، اوكي؟ فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، وهذا حساب الانستغرام ضيفوني عليه لانه الفيديو الجاي احتمال راح يكون اسئلة المتابعين. فبس والله وصل هذا المقطع 15 لايك. اذا بدكم يعني اعمل لكم الفيديو الجاي يكون اسئلة المتابعين، اذا هذا الفيديو جاب 15 لايك وجاب تفاعل والمتابعين عجبهم هذا الفيديو راح استمر بهذا المحتوى. فبس سلام، بنشوفكم الفيديوهات الجاي. روح تابعوني على الانستغرام يلا بسرعة عشان تكونوا اسئلتكم بفيديوهاتي على الانستغرام. يلا باي.